السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في السنة الثالثة للهجرة، وبعد هزيمة قريش في بدر، جمعت قريش جيشا قوامه 3000 مقاتل بقيادة أبي سفيان للثأر من المسلمين. وعندما علم النبي صلى الله عليه وسلم بتحرك جيش قريش، استشار أصحابه في أمر لقاء العدو. كان رأي النبي صلى الله عليه وسلم البقاء في المدينة والدفاع عنها، لكن شباب المسلمين الذين لم يشهدوا بدرا أشاروا بالخروج للقاء العدو، فنزل النبي عند رأيهم. خرج بجيش قوامه 1000 مقاتل، لكن عبد الله بن أبي انسحب بثلث الجيش. اتخذ النبي موقعا استراتيجيا عند جبل أحد، ووضع 50 من الرماة على الجبل بقيادة عبد الله بن جبير، وأمرهم بعدم ترك مواقعهم مهما حدث. بدأت المعركة وحقق المسلمون نصرا أوليا، لكن عندما رأى الرماة انتصار المسلمين وانسحاب المشركين، ترك معظمهم مواقعهم طمعا في الغنائم. استغل خالد بن الوليد، وكان حينها مشركا، هذه الثغرة والتف بفرسانه حول الجبل، مما أدى إلى اضطراب صفوف المسلمين. استشهد في هذه المعركة العديد من الصحابة، منهم حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه. وأصيب النبي صلى الله عليه وسلم بجراح في وجهه، وكسرت رباعيته. كانت غزوة أحد درسا عظيما للمسلمين في أهمية الطاعة والالتزام بالأوامر، وكيف أن مخالفة أمر القائد قد تؤدي إلى نتائج وخيمة. كما علمتنا أن النصر والهزيمة من سنن الله في الحياة، وأن الله يبتلي عباده المؤمنين ليميز الصادق من المنافق. إخواني الكرام، إذا أعجبكم المحتوى فلا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. شاركوا الفيديو مع أحبابكم لتعم الفائدة. دمتم في حفظ الله ورعايته.